النهارده عملت الصابون هايلوكس بالتفاح. بص الجمال، بص الجمال، بص الحلاوه. بصي تغسلي بيه مواعينك، تدعكي بيه سجادك، احواضك، سيراميكك، ارضيات كلها. جميل جميل، مفيش بعد كده حلاوه. بصراحه جميل قوي قوي. انا بشكر الشركه دي بصراحه، وبيوفر كتير كتير كتير. بيقعد عندك 3 شهور او شهرين ونص حسب استعمالك. بص الجمال، بص الكثافه واللمعان والحلاوه ولا ريحته الجميله. ايه رايكم بقى في الفيديو الجميل ده؟ اتمنى يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في المشاهده والمتابعه عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا نشاهد الفيديو سوا ونقول بسم الله. صباح الخير، يا صباح الخير على احلى متابعين. اهلا بيكم في قناة ماما سوسو. طبعا انتوا عارفين ان انا بعمل الصابون، بجيب الجاهز واعمله. كل مرة بجيبه بلون شكل وبمقدار شكل. برضو المرة التانية اخر مرة كنت عاملاه 8 لتر. كان اصفر، لونه اصفر اللي هو مش بالتفاح ده، اللي بالتفاح التاني كان بالموز كده. نسمي الله ونقص الكيس اهو، ما تقصش حلو. نقصه تاني. بصوا ده موفر جدا جدا في البيت لعلمكم، يعني انا ما بستغناش عنه. بقى المسحوق بقى بكام؟ غالي جدا. تعالي نسمي الله بقى ونفضي كل حاجه في مكانها. نفضي الاول البودره بتاعته. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد. تمام كده. طول ما انت بتشتغلي صلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. ونحط المسحوق بتاعه، الكيس بيبقى مطرحه فبيتحط فيه ميه برضو وتقلبيه. بسم الله. خلاص كده نزلت كله كده. الكيس طبعا فيه ياما من جوه، هخليه واحط فيه ميه كده. تمام كده. اقلبه كده كويس مع بعضيهم الاول باي حاجه عندك. ده مخرز عامل زي الرز، تفضلي تدوبيه لحد ما يدوب. لما تحسي ان هو داب هتحطي الميه فيه. عايزه تحطي الميه على طول بس هياخد وقت منك في التقليب. خلاص ريحته تحفه تحفه. من زمان ما عملتش الاخضر ده. الاخضر ده تحفه قوي قوي بصراحه، اللي هو بالتفاح. الاصفر حلو برضو بس الاخضر بيبقى احلى، عشان كده مش بتلاقيه في السوق. بدل بقى ما تبشري بقى صابونه وتعملي حاجتك كلها على ايدك مثلا، متعبه شويه. وهي النتيجه حلوه بس متعبه. ده اسهل وبيوفر معاكي 8 لتر، بيقعد عندك شهرين 3 شهرين ونص حسب استخدامك. خلاص كده ارجع لكم تاني. بقى داب اهو خلاص. ننزل 2 لتر. بسم الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ازازه ازازه وقلبي. ازازه ازازه دي كده الواحده. خلاص كده. تمام. خليها تتملى بقى تاني واوريها لكم. اقلب بقى واحط التانية والتالتة والرابعة ان شاء الله واوريها لكم بقى. ما بياخدش وقت ابدا ابدا. بصي الرغاوي بدأت تبان ازاي، ولا ريحته وجمالها. وفي المواعين نضيف جدا جدا جدا. تاني كده التاني. خلاص خلصوا برضو وارجع لكم تاني عشان الفيديو ما يطولش. كده بقى الاخير اللي هو يعتبر 8 لتر، يعني 8 كيلو. خلاص كده زي ما الكتاب بيقول. هو بيقول 8، عملنا في 8 بصراحة. قبل كده عاملاه تحفة 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 يعني. قلبه شوية خلاص. خلاص اقلب برضو.
وهسيبه لمدة ساعة كده او نص ساعة لحد ما الرغاوي دي تروح، وارجع لكم تاني واوريهولكم الصابون بعد ما خلص بقى. وشفتوا الجمال؟ بصوا حلو ازاي الكثافة بتاعته. بصوا الجمال، بصوا شايفين الكثافة بتاعته؟ بصوا انا سبته بقى لحد ما الرغاوي راحت. بص الجمال حلو جدا جدا بصراحة. جميل وبيقعد معاكي فترة كبيرة قوي. وبعدين انا عاملاه تخين، ممكن تزوديه وانتي بتغسلي المواعين بشوية مية، ما يجراش حاجة. بصوا ب30 جنيه تعملي بيه 8 لتر. اللتر بيتباع بره سايب عند بتوع المنظفات ب7 جنيه. حرام ولا لا؟ انا جايبه جيركن قبل كده ب110. معرفش فيه 4 لتر ولا ايه. بص الجمال، بص تقيل تقيل تقيل. شايفين اهو، شايفين اهو. جميل جدا جدا جدا. ايه رأيكم في الفيديو الجميل ده؟ اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في المشاهدة والمتابعة عشان يوصلكم مني كل جديد، واللايكات الجميلة بتاعتكم اللي بتساعدني. واقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.